من الآخر، دي من وجهة نظري أقوى تشكيلة ممكن يبدأ بيها الأهلي الموسم الجديد. تشكيلة هجومية عنيفة تنافس على أفريقيا والعالم، مش دوري بس. ليه؟ لأن الموسم ده غير. الأهلي داخل يعوض خسارة دوري أبطال أفريقيا، والمدرب ريفيرو جاي بأسلوب لعب بيبدأ من أول حراسة المرمى لحد راس الحربة. في حراسة المرمى مصطفى شوبير، ودي مش مجاملة، مصطفى قدم مباراة كبيرة، ولو خد الثقة والفرصة ممكن يثبت انه الأقدر في المرحلة دي. خط الدفاع ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم. الأهلي عنده مدافعين كويسين، لكن الحقيقة إننا محتاجين مدافع زي عبد المنعم، مدافع يعرف يطلع بالكورة يفتح الملعب، لأن ببساطة ريفيرو بيلعب كده، يبدأ الهجمة من تحت نروح لنص الملعب واللي هيكون نار. مروان عطية، محمد علي بن رمضان، إمام عاشور، التلاتة دول عندهم قوة وذكاء وسيطرة على الريتم، وكلهم يقدروا يدافعوا ويهاجموا بنفس القوة. على الأطراف، اليمين زيزو، الشمال تريزيجيه، دول جناحين مش بيلعبوا، دول بيكسروا خطوط ويقلبوا الماتش في ثانية. وقدام جراديشار وبن شرقي، تخيل الدفاع هيقف ازاي قدام الاتنين دول. ده غير انهم مهاريين وسريعين وعندهم خبرات في البطولات الكبيرة، وطبعا ده كله تحت قيادة المدرب الاسباني ريفيرو، راجل تكتيكي عايز لعب جماعي بيعتمد على التمركز والدقة مش بالاسماء. ناس بتسأل وسام فين؟ الحقيقة بنسبة كبيرة وسام هيمشي، والإدارة بتفكر في حلول تانية، والأهلي عمره ما وقف على حد. دي التشكيلة اللي أنا شايف إنها الأنسب، لو اشتغلوا صح الأهلي هيرجع ياخد أفريقيا بسهولة. اعمل لايك وشاركنا رأيك، مين لازم يدخل التشكيلة ومين شايف ما ينفعش يبدأ. تابعونا لكل جديد.